هذه واحدة تقول سلفت زوجة واحد من جماعتنا، تقول أعرفها تمام المعرفة، زوجها صديق لزوجي. جميل. وسلفتها 3000 ريال على أساس أنها بتردها. تقول أنا طبعا ظروفي المادية متوسطة. تقول بعد كم شهر رسلت لها قلت ترى محتاجة الفلوس، قالت ابشر إن شاء الله ما تتصلي ثاني مرة إلا هي عندك. تقول شهر شهرين 3 شهور برضه ما. تقول اتصلت ما ترد، رسلها واتساب ما ترد. تقول أحيانا يعني طبعا هو شغال الذمة بنفس الوقت إثم، أنك تشغل ذمك بشيء إثم عليك. هذه حقوق العباد، والأموال لابد تسترد إلى أهلها. تقول لما طالت المدة تقول كان زوجي وزوجها سافرين في منطقة ما فيها إرسال. تقول وعارفة أنا الموضوع هذا لهم الآن يومين. تقول يوم جاء كل يوم ويجي الشيطان قال العبي رقصيها مثل ما رقصت هي. تقول قوم ارسلها، قلت زوجي مصور زوجته وهي حرمة سوق الذهب، أنت اللي معه ولا منه؟ تقول أنا سكر جوالي. أقول تقعد تتصل علي تقول أنا خله أنا اللي أوريك فيها. تقول الله يمكن يوم اتصلت 20 مرة ورسلت بالواتساب، يقول ترسل وتحذف ترسل وتحذف. تقول ورد عليها قلت شوفي تبين الصورة حولي الدراهم بحسابي. قالت والله لا حولها الحين. قلت حوليها. يوم حولت قلت شوفي والله لا صور ولا شيء، وزوجي أصلا مسافر ولا عنده نت ولا عنده شيء أبد حتى يتواصل معي. أنا عارف أجيبت بطريقة الغيرة اللي أنا عارفها عندك. فتقول سبحان الله، شوف بعض الردود وبعض الإنسان يعرف يأخذ حقه بالطريقة هذه.